بغداد مع اسم لامع في تاريخ كرة القدم العراقية. أحمد خضير المعروف بروبرتو باجيو الكرة العراقية، رجل فنان على المستوى الإنساني رائع. طبعا دائما المغرب والعراق حوار الحب والود. كيف تعلق على الكرة المغربية في الضفة العراقي؟ يعني احنا من عشاق الكرة المغربية سابقا، ايام بادر زاكي، ايام تيمومي، ايام يعني ركبي سعيد، كل النجوم اللي لعبوا كاس الجيل الثمانينات وايضا جيل التسعينات. فبالتالي الكرة المغربية عراقة لما بعدها عن عراق، هم ممثلين دائما العرب في كاس العالم، ممثلين دائمين، بعدهم مضاف لهم مصر والجزائر. فاكيد احنا عشاق الكرة المغربية والمحبين. الشعب المغربي شعب طيب جميل على عراقة وصالة، ودائما احنا قريبين عن الشعب المغربي وخصوصا في ناحية الوسط أفريقيا. حلو، جملة مختصرة، المغرب في المونديال قبل. يعني إذا أعلق على الموضوع فهو لا نقول لا حسابات له، لأن المغرب قدم شيء في كرة القدم فاجأ كل العالم. بالتالي المركز اللي أخذه لم يتوقعه عشرة، لكن الأداء اللي قدمه هو أسكت وأخرس الجميع. هذا فريق المغرب، هذا فريق العراقي، هذا قيمة المحترفين اللي يلعبون في أوروبا وينشطون في الدوريات الأوروبية. فبالتالي مع المدرب المحلي، دائما الفرق العربية والعالمية تستعان بالمدرب الأجنبي. المغرب بمحترفيها مع المدرب المحلي خلق المستحيل. رائع. كلمة المستحيل لا يؤمن بها الشارع المغربي والكرة المغربية. مونديال 2030 اللي ينظم بالمغرب، يعني أتمنى وهم قادرين إن شاء الله على أن ينجح تنظيميا قبل أن ينجح فنيا، وهم قادرين بوجود الجماهير المغربية هي من أعطت ثقة في مونديال. جميل. لقاء رائع تحدث من قلبه أحمد خضير حمودي، نجم الكرة العراقية المعروف بروبرتو باجيو الكرة العراقية. شكرا جزيلا.